المناهل تشاهدون المكتشف العبقري يري سميحا أنه اكتشف. يجب أن أرسل هذا الخطاب حالا في البريد. مرحبا. أهلا. أثناء المطر والعواصف الرملية وفي ظلام الليل وفي حرارة النهار، فإن ساعي البريد يحافظ على مواعيده بدقة. حسنا، أنا ساعي البريد، وعلي أن أسلم هذه الرسالة لصاحبها مهما كان بعيدا أو مهما يكن. أثناء المطر والعواصف الرملية وفي ظلام الليل وفي حرارة النهار، فإن ساعي البريد يحافظ على مواعيده بدقة. معذرة سيدتي، أنا ساعي البريد. أهلا. وهذه رسالة للسيد عدنان. من؟ السيد عدنان علي، لقد رحل. كان يسكن هنا لكنه رحل إلى ساعي البريد. اجلس وانتظر. اجلس وانتظر. قف هنا وانتظر القطار. حسنا، لا بأس. مهلا، هذه ليست محطة قطار ولا توجد قطارات هنا. ما هذا؟ قف وانظر يمينا وشمالا ثم اعبر الشارع. نصيحة ممتازة. ليست هنا سيارات أحذرها. هذا ليس شارعا. من الذي يمزح معي؟ ماذا الآن؟ اذهب والعب كرة القدم. سأعمل بهذه النصيحة. كرة القدم، كرة القدم. أثناء المطر والعواصف الرملية وفي ظلام الليل
وفي حرارة النهار، فإن ساعي البريد يحافظ على مواعيده بدقة. سأقوم بعملي، سأسلم هذه الرسالة. معذرة سيدتي، هل هذا هو اجلس وانتظر حتى تلتقط أنفاسك. ماذا وراءك؟ تفضل يا سيدي، تفضل. شكرا لك، شكرا. أنا ساعي البريد، واجبي أن أسلم هذه الرسالة للسيد عدنان. قيل إن العنوان الصحيح هو الشارع الأخضر. هذا هو الشارع الأخضر، لكن السيد عدنان قد رحل. هل فهمت؟ نعم فهمت. نعم، شكرا لك. بيت، شارع، حي، مدينة، الوطن العربي، الكرة الأرضية، المجموعة الشمسية، الكون. اسمي علي. أسكن في ساقية الزيت في صفاقس على ساحل البحر الأبيض المتوسط في الجمهورية التونسية. في الوطن العربي في قارتي إفريقيا وآسيا، على الكرة الأرضية، ثالث كوكب شمسي في مجموعتنا الشمسية، في مجرة تدعى طريق التبانة، في كون يضم مجرات كثيرة. هنا في مكاني المفضل. مرحبا بكم في الجمهورية التونسية. الجمهورية التونسية.
أثناء المطر والعواصف الرملية وفي ظلام الليل وفي حرارة النهار، فإن ساعي البريد يحافظ على مواعيده بدقة. حتى في المسافات الطويلة، وبالرغم من العناوين الخاطئة، حتى وإن غير أحدهم مكان إقامته، ومهما حصل فإن ساعي البريد هذا أنا سأسلم الرسالة. أجل. أهلا 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 أهلا، كيف حالك؟ تبدو مرهقا. لا يهم، يجب أن أحافظ على دقة مواعيدي. يجب أن أسلم الرسالة إلى السيد عدنان الذي يقطن في الشارع الأخضر. أستطيع مساعدتك في هذا. أنا السيد عدنان الذي يقطن في الشارع الأخضر. شكرا لله، شكرا لله. تفضل. شكرا. انتظر. هذه الرسالة ليست لي. إنها للسيد عدنان علي، وأنا عدنان علوان. نعم. أجل، ولكن عدنان علي صديقي، ومن دواعي سروري أن أوصل له هذه الرسالة. لا، هذا غير ممكن. إن الرسالة مسجلة، ولذلك يجب أن تسلم له شخصيا، كما هو معروف في نظام البريد الأساسي. في نظام البريد الأساسي؟ نعم. لا بأس. ولكن السيد عدنان علي يقطن في مكان بعيد من هنا. كتب، أكتب، أكل، آكل. المرأة؟ من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ هذا مختبر الكلمات. مختبر الكلمات؟ ولا أجد سوى كلمة واحدة. كلمة واحدة؟ أحدث اكتشافاتي. إنها أحدث اكتشافاتي. إنها أروع علامة، بل أهم علامة لدي. المادة؟ ما المادة؟ إنها العلامة الرائعة التي تستطيع أن تغير بعض الكلمات إلى كلمات أخرى. سأريك اكتشافي. اقرأ.
الكلمة المرأة. هل أحولها إلى المرآة؟ كيف تحول المرأة إلى المرآة؟ انظر وسوف ترى. اقرأ الآن. المرآة. نعم، المرآة. عندي كثير من المادات. انتظر وسأريك. لقد حول المرأة إلى المرآة. ترى إلى ماذا سيحول الرجل؟ يحسن بي أن أترك هذا المكان. المادة. أين ذهب هذا الرجل؟ يا له من رجل غريب. أخذ، آخذ، هناك آلاف من الآساد تقف وراء هذا الباب. ألم تسمعوها؟ هي 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 هي، انتظرا لحظة. لا يمكنكم الدخول. هناك آلاف من الآساد تقف خلف هذا الباب. حقا. لم أسمع في حياتي مثل هذه السخافة. اسمع. لا أسمع شيئا يا عمرو. ولكنها في الداخل. آلاف من الآساد. لقد سمعتها الآن. ألم تسمعوها؟ هي، استعملا آذانكما. من؟ أنا. لم أسمع شيئا يا زيد. وأنا أيضا لم أسمع شيئا يا عمرو. هناك آلاف من الآساد في الداخل. أمة! آلاف من الآساد وقطة صغيرة. نسمع أصواتا متنوعة، أصواتا عالية، أصواتا منخفضة، أصواتا خشنة، أصواتا حادة. والأصوات على تنوعها تتشابه في شيء واحد، هو أنها ناتجة عن ذبذبات. هذه الذبذبات تنتقل في الهواء حتى تصل إلى آذاننا، وعندما تصل الذبذبات إلى الدماغ نسمع الأصوات.
أصواتا جميلة، وأصواتا مخيبة، وأصواتا مزعجة أيضا. الذبذبات الصوتية. أثناء المطر والعواصف الرملية وفي ظلام الليل وفي حرارة النهار، فإن سعي البريد يحافظ على ماذا يحافظ؟ نعم، يحافظ على مواعيده بدقة. انتظر، أرجوك انتظر. أرى معك رسالة للسيد عدنان علي. نعم، أنا عدنان علي، أعطني الرسالة. السيد عدنان. نعم. عدنان علي. نعم. أنا سعيد برؤيتك، يا لها من فرحة. تفضل. شكرا، وأنا سعيد برؤيتك أيضا. كنت بانتظار هذه الرسالة منذ وقت طويل، إن فيها شيئا مهما جدا. نعم، أعرف ذلك. أتيت أثناء المطر والعواصف الرملية والرياح لأسلم لك هذه الرسالة. شكرا. كيف الحال؟ اكتب لي. أنا بخير. كيف الحال؟ اكتب لي. أرجو أن تعيد هذه الرسالة إلى صديقي ماجد سعيد في الشارع الأصفر. تفضل. في الشارع الأصفر؟ نعم. الشارع الأصفر. أثناء المطر والعواصف الرملية وفي ظلام الليل وفي حرارة النهار، فإن ساعي البريد يحافظ على مواعيده بدقة. كلمة اليوم هي هذه لغتي فوق الشفتي كالأغنية. المناهل هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة، هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في رحلة الخيال، في عالم الجمال، في اللفتة اللطيفة، في اللمسة الخفيفة، في النكتة الظريفة، في كل ما نراه. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة، هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في لغة الأصيلة، في الكلمة الجميلة، توهج المعاني ونغمة الأغاني وندرة الأماني وحكمة
وحكمة الحياة. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في رحلة الخيال، في عالم الجمال، في اللفتة اللطيفة، في اللمسة الخفيفة، في النكتة الظريفة، في كل ما نراه. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. هيا إلى المناهل، هيا إلى الحياة. في لغة الأصيلة، في الكلمة الجميلة، توهج المعاني ونغمة الأماني ونكرة الأماني وحكمة الحياة.